مستحمي بقى ورشش برفان ومروق على حالي. شمين البرفان في الفيديو؟ طبعا، ما الاهلي اتفشخ من بيراميدز وانا فرحان فيهم، بس المصيبه ان جمهور نادي الاهلي مش شايل الليله لريبيرو. اقسم بالله العظيم اي شماعه بيتعلقوا فيها. روبيرو مدرب تعبان، انا معاك انه مدرب تعبان، بس اللي حصل النهارده ده بسبب روبيرو اقسم بالله ابدا. انا بقى هتكلم معاك كوره وافهمك ان روبيرو ملوش اي ذنب. هو روبيرو قال للعيبه تقف غلط؟ هو روبيرو قال للعيبه لما تنقل الهجمه من اليمين للشمال بكروس عرضي كله يطلع في الاوت؟ كل كوره متعرضه من اليمين للشمال تطلع اوت، والعكس كل كوره من الشمال لليمين تطلع اوت. هو روبيرو هو اللي يقدر يعمل الكلام ده؟ هو التحكم في الكوره ده بتاع مدرب؟ لا خالص. انت جايب لعيبه بملايين عشان تعرف تلعب لها الكور دي كلها، تنقل لك الملعب من هنا لهنا في جزء من الثانيه مع التحكم في الكوره لبناء هجمه مرتده او لبناء هجمه سريعه. مال روبيرو مال الموضوع دوت؟ الموضوع كله يكمن ان في نفسنا للفرقه. يا جدعان حرام عليكم. تريزيجيه اول ما جه قال تصريح للتاريخ، قلت للاهلاويه اصحابي والله العظيم الواد ده ما هيديكوا بشيرن. قال لك انا رجعت النادي الاهلي، رجعت بيتي، محدش حس بوجودي. معناها ايه؟ معناها ان هو زعلان من استقبالكم الصارخ والمبالغ فيه في موضوع زيزو. زيزو جه من هنا كل الاهلاويه ما وراهمش غير زيزو زيزو زيزو. حتى اللي كان يعطس من الاهلاويه ما كانش يقول عكسي، لا خالص، كان بيقول زيزو. كنتوا مبالغين قوي يا جدعان، كنتوا اوفر قوي يا جدعان. في واحد صاحبي اهلاوي عنده عربيه شال السرينه تاني بيب بيب ركبها زيزو زيزو. ايه يا جدعان اللي احنا فيه ده؟ احنا في سبيس تون ولا ايه؟ حرام عليكم، انتوا بالغتوا قوي في وجود زيزو. فانا عايز اقول لك على حاجه مهمه. لعيبه الاهلي اللي اجتهدت اخر 5 سنين كانوا شغالين في الاهلي فوعليه. يعني مثلا الشناوي، ياسر ابراهيم، قفشه، حنف ابو دقه، غير ابو دقه، كل اللعيبه دي تعبت في النادي الاهلي واجتهدت، كانوا فوعليه بيشيلوا رمل وزلط. فجاه يجيبوا لعيب عادي جدا من الفريق المنافس فيخلوه هو رئيس العمال. ما لازم اللعيبه دي تسعى وتكتئب ويجي لها روح معدنيه. اصل اللي بيحصل ده فعلا والله العظيم اوفر. اجي ابص الاقي موقع الاهلي وكل الصفحات الرسميه للنادي الاهلي وكل الصفحات الاهلاويه منزله صور لثلاث لعيبه بس، زيزو وبن شرقي وامام. يعني واحد زي قفشه والشناوي دول مطحونين 5 سنين معاك وما تفتكرهمش حتى بصوره 4 في 6 على جنب كده في اي موقع. يا جدعان حرام عليك. العيال دي حزينه مقهوره على اللي بيحصل لها وده حقهم. فما تجيش تقول لي النهارده ان روبيرو، اقسم بالله ابدا هتمشوا روبيرو وتجيبوا اي حد هتلاقوا نفس اللعب ونفس النتيجه، لان اللعيبه مش طايقه بعض. انا كزملكاوي بحل لكم المشكله هي اللي انتوا اصلا بتتكلموا فيها بره الصندوق، بس انتوا اي شماعه النهارده نقولها ونفلت بيها وبعد كده يحلها ربنا. لكن الموضوع كله ملوش دعوه بمدرب خالص. اللعيبه دي مش طايقه بعض، اللعيبه دي مش شايفه بعض، اللعيبه دي ما بتحبش بعض. وانا قلت لكم خدتوا زيزو استحملوا اللي هيحصل لكم. كل الاهلاويه دخلوا يتريقوا عليا ويقولوا لي انت شايل زيزو على دماغك ليه؟ زيزو ده اجمد لعيب في مصر، زيزو ده الحركات، زيزو ده البركات. والله العظيم انا عارف ان الدنيا هتخرب عندكم، واهم صفقه عملها نادي الزمالك انه ساب زيزو. يا باشا انا لو كنت جددت لزيزو ب 100 مليون زي ما انت كنت تسمع كان زماني ما عنديش الا 2 لعيبه وزيزو بس. ما انا ما عنديش فلوس اجيب لعيبه، فكنت هنزل الملعب ب2 لعيبه بس وجون، وعندي جون تاني احتياط، فهلاعبه معايا مهاجم اللي ما معيش فلوس اجيب لعيبه. فالحمد لله رب العالمين ان هو نطر انطر ملا يا معلم. وزي ما احنا كلنا فاهمين ان المال الحرام ما بيدومش. وبالمناسبه دي انا في قمه النشوه والسعاده وعايز اغني بصراحه، نفسي اغني بقى اغنيه جميله قوي. قولوا للي اكل الحرام يخاف، بكره اللي كاله يفسده. نصيحة أخوية مني للاعيبة النادي الأهلي، اكسبوا كل ماتش عشان أي ماتش هتخسروه أو هتتعادلوه هسمعكم الصوت الجامد ده، فيا ريت تنفذوا بجلدكم وتكسبوا عشان كل ماتش هسمعكم، ولو سمعتكم هتزعلوا. أنا نفسي دلوقتي لما سمعت صوتي زعلت، بس مش مهم، أنا مبسوط فيكم وفرحان فيكم، وإن شاء الله يا رب الفيديو اللي جاي أغني لكم برضه، وأنتوا استحملوا وأنتوا براحتكم. بس هو في سؤال مهم جدا كنت عايز أسأله لأخواتي الأهلاوية. بعد ما الماتش خلص فزيزو خارج، فواحد بيشتمه بيقول له يا ابن الكذا كذا كذا. طبعا انا ما اقدرش اتكلم وما اقدرش اعيد الشتيمه. يقول له يا ده انت هو انت جاي عندنا عشان ترفع كرانر بس؟ انا ما فهمتش يعني ايه كرانر بس، فبعد اذنكم عرفوني يعني ايه كرانر بس عشان ما نعملهاش عندنا. اصل انتوا لما بتعملوها بتتغلبوا، فاحنا بقى نتلاشى الموضوع دوت وما نخليش اللعيبه عندنا تلعب كرانر بس. فده سؤال مهم جاي اساله لاخواتي الاهلاويه، ان هو جاي يرفع كرانر بس. يعني ايه بقى كرانر بس؟ انتوا قولوا لي في الكومنتات. ندخل بقى على المهم. النهارده الماتش يا زمالك، النهارده ماتشك مع وادي دجله، ما تريحش بقى وتركن وتقوم قايل ما بيراميدز امبارح اكل الاهلي علقه سخنه فانا العب براحتي ومفخر. لا يا معلم، انا ما ياكلش معاك الكلام ده خالص. انا ليا 3 بونت، انا بحفل عليهم كل ماتش وهم مستنيين لي غلطه. اقسم بالله هيعملوا من فخادي بانيه. انا بقول لك اهو، لسه راكب واحد فيهم حمار من شويه. اوعى يا زمالك تحرجني، في جماهير هتتقطع بسببك. اوعى يا زمالك، اهم حاجه ال3 بونت لمصلحتك ولمصلحتي. الدوري
وانا ابقى تمام في الشارع لان هيهنوني. اوعى يا زمالك ما قلبك السخيفه، انا بقول لك اهو، انا بحذرك اقسم بالله بلغ عنك. الثلاثه بونت اهم حاجه النهارده، اكسب ان شاء الله يبقى اول الدوري يتوقف، يبقى مريحين ومفخدين، بس اوعى هيرجع الدوري تاني ان شاء الله، ويبقى اهم حاجه 3 بونت. انا رافع شعار السنه دي اهم حاجه 3 بونت. مبروك للزملكاويه وهارد لك للاهلاويه، مع اني فرحان فيكم وشمتان فيكم، وعقبال ان شاء الله الفيديو اللي جاي واغني لكم واقرفكم، وان شاء الله نبقى فرحانين فيكم. لو الفيديو بقى ده عجبك اشترك في القناه، فعل الجرس، تابعني، وسلام عليكم.